حبايبي تاني اعدادي عاملين ايه؟ انا جايه النهارده اسهل لكم درس المساقط، فركز كده معايا عشان نشوف الدرس بيقول ايه. اول حاجه، كلمه مسقط. يعني ايه اصلا مسقط؟ قبل ما اشتغل في الرسم اللي قدامك ده ركز بس كده معايا، يعني ايه مسقط؟ طيب، المسقط لو انا عندي نقطه اهي وعندي قطعه مستقيمه وعايزه النقطه دي اعمل لها اسقاط على القطعه المستقيمه، بنزل من النقطه عمودي على القطعه المستقيمه. يبقى النقطه كانت هنا، مسقطها بقى هنا كده. جاي هنا ازاي؟ نزلنا عمودي. طيب، لو عندي بدل ما هي كانت نقطة، أنا النقطة نفسها على القطعة. والله لو النقطة نفسها على القطعة يبقى مسقطها نفسها. ما هي نفسها على القطعة، هعمل لها اسقاط، هنزل ازاي عمودي عليها؟ فهي نفسها على القطعة. طبعا النقطة تقع على القطعة المستقيمة، لما عاوز اعملها اسقاط تفضل زي ما هي نفسها ما واقفة واقعة على القطعة. طيب، لو انا عندي بقى ده كده، دي قطعة مستقيمة، انا عايز اعمل لها اسقاط على القطعة اللي عندي او على المستقيم اللي عندي، بنزل عمودي من انهي نقطة بقى؟ لا، هنا لازم انزل من البداية والنهاية. البداية اهي انزل منها عمودي، النهاية اهي انزل منها عمودي، فيكون مسقط القطعة دي كلها الحتة دي، ده مسقطها. يبقى بنزل من طرفيها على القطعة المستقيمة اللي انا عايز اسقط عليها او اعمل لها الاسقاط. تمام. نفس الكلام لو انا رسمت لك القطعة بالشكل تاني، لو عملت لك كده هنزل من هنا برضو عمودي هنا، ومن هنا عمودي هنا، فيكون مسقطها الحتة دي كده. طيب افرض بقى يا مس انا عندي قطعة مستقيمة عاملة كده، القطعة اصلا عمودي على القطعة المستقيمة اللي عندي، فلما عاوز اعمل لها اسقاط، لو خدت بالك انت هتنزل من النقطة دي برضو عمودي تيجي هنا، صح ولا ايه؟ هتنزل من النقطة دي عمودي برضو هتيجي هنا، هتلاقي نفسك انك بتنزل من البداية والنهاية على نفس ذات النقطة اللي هي هنا. يبقى مسقط قطعة مستقيمة عمودية نقطة. تاني، مسقط القطعة المستقيمة العمودية ايه؟ نقطة. لو نزلت من البداية والنهاية هتنزل في نفس النقطة، يبقى مسقطها مين؟ نقطة. تمام، صعب الكلام. طيب نشوف كده الدرس بيقول ايه، او المسألة اللي قدامنا دي بتقول ايه. الراجل مديني مسألة، لو خدت بالك هتلاقي هنا مثلث ده قائم في الكبير، قائم في اكس، وهتلاقي ان عندك مثلثين صغيرين، واحد اسمه زد اكس ام قائم في ام، وكذلك المثلث التاني اللي هو اسمه اكس واي ام برضو قائم في ام. طيب، هتيجي كده نجيب بس بقى الاضلاع الناقصة عشان يعني نختصر في الوقت. لو خدت بالك انت ده موجود وده موجود وده موجود، انا عايزه ام واي. لو خدت بالك ام واي ده في المثلث اللي هو الصغير، انت عندك ده ضلع القائمة، ضلع القائمة موجود جذر 3، وعندك ده وتر 2. طب انا عندي وتر وعندي ضلع من ضلعي القائمة وانا عايزة الضلع التاني، كنت بعمل ايه؟ كنت بربع واطرح، صح ولا ايه؟ هروح قايلة جذر مين؟ الاكس ام ده تربيع، يبقى جذر 3 تربيع ناقص الاكس واي ده تربيع. غلط يا سنة تانية، ركز. لازم ابدأ بمين؟ ابدأ بالوتر، يبقى انا لازم اقول له جذر الوتر تربيع عشان ده الكبير، يبقى انا بطرح الوتر الاول، يبقى جذر الاتنين تربيع ناقص جذر التلاتة تربيع. يبقى انا خدت ده ربعته، هطرح منه ده، نفس الكلام. طيب هيطلع معايا هنا بكام؟ واحد سنتيمتر، يبقى ده طلع معايا بواحد سنتي. طيب تعال نجيب الضلع الناقص اللي هو زد ام. يلا زد ام، نفس الكلام، انت عندك مثلث صغير، عندك احد ضلعي القائمة وعندك الوتر، عايزه اجيب الضلع التاني من ضلعي القائمة. نفس الكلام، هاخد الجذر اربع واطرح، بس اربع مين؟ خلي بالك بقى، بربع الكبير الاول واطرح منه الصغير، يعني اربع الوتر، يعني هقول الاتنين جذر 3 دي تربيع عشان ده الوتر بتاعي، ناقص مين؟ ناقص جذر 3 تربيع اللي هو ضلعي القائمة التاني، هيساوي كام؟ هيساوي 3 سنتي، يبقى ده كمان 3. احنا جبنا له كل الاضلاع علشان نشتغل على طول. طيب، الراجل عايز مني مساقط، واحده واحده بقى نشتغل ونركز. انا عايزه اول حاجه مسقط اكس واي، اكس واي على مين؟ على واي زد. تاني، مسقط اكس واي ده على واي زد اللي هو ده، شايفين واي زد؟ ده واي زد اهو. انا عايز اعمل لاكس واي اسقاط عليه. لو خدت بالك اكس واي ببدأ من نقطة البداية والنهاية، انا عايزة واي اعمل لها اسقاط. لو خدت بالك واي لما اعمل لها اسقاط على واي زد، ما هي واي هي واي، هنعمل لها اسقاط ليه؟ فواي هي واي تيجي هنا كده. خلاص، يبقى واي مكانها واي. طب اكس
لما عاوز انزل من اكس عمودي على الواي زد، شايف اكس اهي، انزل منها عمودي تنزل هنا كده في ام، يبقى مسقط اكس واي على واي زد، الواي مكانها واي والاكس تنزل في ام، تبقى مين؟ تبقى واي ام. واي ام. طب احنا جايبين واي ام بكام؟ ب1 سنتي. تمام. دايما حتى لو خدت بالك في الكتابة نفسها الواي موجودة، واي يبقى واي اصلا معانا، واي مكانها مش هتتغير. مشكلتي في اكس على زد، لو جبت اكس اهي عايز اعمل لها اسقاط على واي زد، اكس اهي تنزل كده عمودي هنا. طيب عايزين نعمل اسقاط لاكس زد، اكس زد اهي على مين؟ على واي زد. فين واي زد اهي؟ يبقى انا عايزه اعمل نفس الكلام، اسقاط لي دي كده على دي. لو خدت بالك عين تلاحظ اول حاجه مين؟ الزد مكانها زد. ليه يا مس؟ ما هي مكانها زد مش هتغير، ما هي اصلا على واي زد، صح ولا ايه؟ حلو، يبقى زد معايا. طيب تعالي اكس كده، هاتلي من الاكس اسقاط على واي زد، انزل من الاكس عمودي اهي. فين بقى؟ في النقطه ام. يبقى زد مكانها زد. طب اكس، قلنا اكس مكانها ام، يبقى مين؟ يبقى زد ام. طلعنا كام زد ام؟ ب3 سنتي. طيب اللي بعده واي زد على اكس زد، واي زد على اكس زد، واي زد تمام، ده على اكس زد اهي، اكس زد اهي. انا عايزه اعمل ده كده اسقاط على ده برضو، يعني تبدا تلاحظ زد مكانها فين؟ زد مكانها زد. طيب خلي بالك بقى، زد اهي. طيب واي لما عاوز اعمل لها اسقاط على اكس زد، واي تنزل عمودي، انزل مع واي عمودي اهي، شايفها ولا ايه؟ نازله فين؟ في اكس. يعني يا مس عايزه تقولي ان اكس مكانها اكس، وواي لما تنزل عمودي تنزل في مين؟ قصدي زد مكانها زد، وواي لما تنزل عمودي تنزل في مين؟ في اكس. يبقى انا النقطه عندي زد وايه؟ زد واكس، يعني زد اكس، صح ولا ايه؟ صح يا مس. بكام بقى زد اكس؟ ب2 جذر 3 سنتيمتر، هو مديهالي. طيب اللي بعده مسقط اكس واي. فين اكس واي؟ اكس واي اهي، شايفينه؟ طيب اكس واي على مين؟ على اكس ام. اكس ام اهي، شايفين اكس ام؟ ده اكس ام اهو. طيب فين اكس واي؟ اكس واي اهو. يعني تبدأ تلاحظ برضو اكس يا مس، طب ما اكس على اكس اصلا هنعملها اسقاط ليه؟ يبقى اكس ده معايا. طب انزل بقى من واي، ما انا عايزه اعمل الاكس واي دي اهي. طب انت قلت اكس مكانها اكس، طب واي انزل من واي عمودي على اكس ام، انزل من واي عمودي اهي شايف؟ فلما تنزل من واي عمودي على اكس ام هتلاقي نفسك نزلت في النقطه اللي هي اسمها ام. تمام. يبقى واي لما انزل لها عمودي هجي عند ام، اكس لما اعمل عمودي هي مكانها اصلا اكس، ما هي اسمه اكس ام، يبقى عندي مين؟ ام وواي عند ام. يبقى خلاص النقطه القطعه المستقيمه مين ومين؟ اكس ام. تمام. يلا اللي بعده اكس ام. فين اكس ام شايفين اكس ام على واي زد اهي. لما عاوز اعمل اسقاط لاكس ام، انزل من اكس كده عمودي، هنزل من اكس عمودي تيجي عند ام، انزل من ام عمودي هفضل عند ام. لو خدت بالك اصلا ان اكس ام ده اصلا عمودي على واي زد، اكس ام ده عمودي على الواي زد، فاحنا لسه واخدين ان اي حاجه عمودي مسقطها مين؟ نقطه. فاكس ام ده مسقطه عند مين؟ النقطه اللي اسمها ام. النقطه اللي طب ام اصلا بكام؟ هو طول النقطه بكام؟ طول النقطه اي نقطه في الدنيا، عشان انا عايزه طول، هو قال لي اوجد ايه؟ طول اي نقطه بايه؟ صفر. فهمنا دي؟ طيب اللي بعده اكس زد. فين اكس زد؟ اهو اكس زد اهو على مين؟ على اكس واي اهي، اكس واي اهي اهو، اكس زد اهي. شايفين الكلام؟ لو خدت بالك برضو اكس واي نفس الكلام، عمودي اصلا على اكس زد. او ركز معايا، انزل من اكس يلا عمودي، هنزل من الزد قصدي، انزل من الزد عمودي، هنزل عمودي هاجي هنا عند اكس مين؟ عند اكس واي، عند نقطة اكس. طيب انزل من اكس عمودي، طب ما اكس اصلا اكس واقفة عند اكس، هنزل منها عمودي فين؟ فلو خدت بالك ان زد مسقطها اكس، واكس مسقطها نفسها برضو اكس، فلما دي مسقطها اكس ودي مسقطها اكس، فبرضو نفس الكلام مسقطها مين؟ نقطة اللي هي اكس. وطول النقطة احنا لسه قايلين بكام؟ بصفر. او بمعنى اصح، ما ده اهو وده اهو، مش ده عمودي عليه؟ طالما عمودي عليه يبقى مسقطه بايه؟ صفر. نقطة، طول النقطة وطول النقطة بصفر. نفس الكلام اي حاجة عمودية على اي حاجة طوله نقطة، طول المسقط العمودي نقطة.
انا عايزه مسقط اكس طوله بكام؟ طوله بصفر. تمام. ماشي يا سنه تانية. ارسم الرسمه قدامك واشتغل بايدك، ولو عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنتات. مع السلامه.